يقول الروائي الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي يقول: لن يذكرك الناس كثيرا بعد الموت، ما هي إلا أيام قلائل ثم تكون في عداد المنسيين. ما هي إلا أيام، نعم قلائل، ينسوك الناس فكأنك لم تولد ولم توجد، وسوف يأتي ذكرك مرات قليلة من قبيل الصدفة، لكنك ستفنى نهائيا مع قدوم أجيال جديدة إلى الحياة. إن الناس حينها لن تتذكر من أنت، ولن تتذكر مبادئك اللي كنت تتمسك بها طوال الوقت، كما لم يذكر إن كنت شهما نبيلا أو شريرا سيئا، وفي كلا الحالتين أنت لن تستفيد من كلامهم شيئا. عيش حياتك بالطريقة التي تراها أنت، بالطريقة التي تجعلك سعيدا، فالعمر عمرك أنت، والأيام اللي راح تمضي لن تعود أبدا. عيش عمرك بما تراه مناسبا. اللي قاله دوستويفسكي بمعنى يعني بعد 100 سنة من الآن، يعني 2123، راح نكون جميعا وأقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض، وراح يسكنون بيوتنا ناس غرباء، ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون، ومش راح يتذكرون يعني عنه. فمنو من عندنا مثلا هسه يتذكر جد جده؟ يعني مثلا منو يتذكر شلون كانوا عايشين ووين وشنو حياتهم؟ هذا مثلا انتهى، راح نكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس، أسماءنا وأشكالنا راح يطويها النسيان. فليش نطيل التفكير بنظرة الناس إلنا ومستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا؟ كل هذا ما له جدوى أو نفع بعد 100 عام. وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون، راح تطوى وتنقضي في طرفة عين، وراح يجي بعدنا عشرات الأجيال، كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فخلي نعرف حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا، وزمننا الحقيقي في هذا الكون يعني صغير وبسيط جدا. فطالما أنه لا زال بالعمر بقية، فخلي شوية نعتبر، خلي شوية نغير طريقة نظرتنا للحياة، ونعيش الحياة كما نحلم. فاللي ما يعيشها يندم بعدين. فخلي نعيش زمننا الحاضر، زمننا الحقيقي.